كتير من الأماكن حوالينا بتحصل فيها حاجات غريبة ومرعبة بتخلينا نقرب منها. ومن أكتر الأماكن اللي الناس بتخاف منها خصوصاً بالليل هي المقابر. ممكن وانت ماشي جنبها تشوف حاجة تخوف أو تسمع صوت يخليك ما تنامش تاني. قصتنا النهاردة من أقوى وأغرب قصص الرعب اللي حصلت في مقابر مصر، واسمها جنية المقابر، وياريت تعجبكم. القصة بدأت في صيف سنة 1987 في مصر، وكان في شاب عنده 18 سنة اسمه سامح. سامح كان بيحب الرياضة جداً، وبالذات فنون القتال، علشان وقتها كان بروس لي عامل ضجة كبيرة. جسمه رياضي ومشدود، وكان من النوع اللي بيحب التمرينات الشاقة. زي شباب كتير وقتها، سامح اتعزم على فرح صاحبه، وكان الفرح بعيد شوية عن بيته تقريباً 7 كيلومتر. لحسن حظه كان في عربية للعيلة يقدر يروح بيها. راح سامح الفرح وقعد لحد حوالي الساعة 1 بعد نص الليل. لما طلع عشان يرجع بالعربية، هنا بدأت المصيبة. العربية مش راضية تشتغل، حاول فيها بكل الطرق لكن مفيش فايدة. اضطر يرجع لبيته ماشي. الطريق كان صعب ومرعب، خصوصاً إنه هيعدي على مكان مهجور فيه بيوت قديمة، والأسوأ من كده مقبرة متسابة من أكتر من 120 سنة. مفيش قدامه حل تاني، فقرر يمشي. وهو معدي جنب المقبرة شاف كلاب كتير، فمسك خشبة كبيرة كانت مرمية على الأرض تحسباً لأي هجوم. بس اللي شافه كان أغرب بكتير من الكلاب. لقى بنت لابسة فستان أبيض قاعدة على كرسي قدام باب المقبرة. سامح اتمطر وبدأ يقرأ قرآن في سره، وقرر يكمل طريقه من غير ما يبص ناحيتها. لكن وهو بيعدي سمع صوتها بتقوله: إزيك يا سامح، أنا مستنياك من زمان، تعال أقعد معايا شوية. جسمه اتجمد من الرعب وبدأ يجري بأقصى سرعته، وهو بيبص وراه لقاها بتطير وراه بسرعة مرعبة وهي مش لامسة الأرض. جري سامح لحد ما شاف مسجد صغير على الطريق، كسر القفل ودخل مستخبي ورا الباب بيترعش من الخوف. وسمع صوتها من بره بتقوله: مش هسيبك يا سامح، فاكر ده كويس. بعد لحظات سمع صوت راجل بيقرب من باب الجامع. طلع المؤذن جاي علشان صلاة الفجر. سامح ارتاح شوية لما اتأكد إن الوقت فجر فعلاً، وإن اللي بره مؤذن حقيقي. دخل المؤذن المسجد، ولما شاف سامح مرعوب سأله: مالك؟ سامح حكاله كل اللي حصل. طلب منه المؤذن يصلي الفجر، وقال له بعدها هيروحوا سوا لشيخ معروف في القرية اسمه الشيخ محمد. وبينما هم في الطريق قال له المؤذن: بص يا ابني، الجنية اللي شفتها دي معروفة عندنا في البلد. دي جنية بتغوي الرجالة علشان يدخلوا معاها المقبرة، وكل اللي دخل معاها ما رجعش تاني. راحوا للشيخ محمد، والشيخ لما سمع القصة طلب من سامح يواظب على الصلاة وقراءة القرآن وأذكار الصبح والمساء، وبدأ يقرأ عليه آيات من القرآن علشان يطمن إنه مش متلبس أو في مس. رجع سامح بيته وهو لسه مرعوب من اللي شافه، ما حكى لحد عن اللي حصل، وعدى وقت طويل وبدأ ينسى وساب قراءة القرآن وبطل أذكار. وفي ليلة وهو نايم صحي فجأة على صوت نفس جنب ودنه. فتح عينه لقى الجنية قدامه في أوضته، وشكلها كان مرعب بشكل لا يوصف. ومن اليوم ده اختفى سامح، ومحدش يعرف ليه أي أثر لحد النهاردة. لو عشت معايا الحدوتة يبقى لازم تكمل المشوار، لأن اللي سمعته مجرد بداية. قصص ناس حقيقية وتجارب عمرها ما اتقالت قبل كده، كلها جاية في الطريق على قناة الحدوتة الملعونة. وأحب أقولك إن اللي جاي أغرب وأخطر وألعن، فلو بتحب الرعب وبتستنى اللحظة اللي النور فيها يقطع، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان لما تنزل الحدوتة الجاية تكون أول واحد يسمعها. سلام مؤقت لحد ما يجي وقت الحدوتة الجاية.